السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المتتبعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لجميع الإخوة والأخوات متتبعي قناة المختبر السياسي، وشكرا جزيلا لكم على دعمكم ووفائكم، وتحياتي لكم جميعا. كنبغي نشكر جميع الإخوة والأخوات اللي دائما في الدعم والمساندة، شرطة القناة وكل الأوفياء لهذه القناة المتواضعة. اليوم إن شاء الله في هذا التسجيل بغيت نناقش معكم واحد الموضوع اللي هو من المواضيع الرئيسية ومواضيع الساعة. موضوع متعلق بالبريكس. صراحة كنت غنتناقش معكم في جوج ديال المواضيع أساسية ورئيسية، وكنعتذر على التشويش ديال الرياح نظرا لعدة اعتبارات، على أنني في عاصمة الرياح، يعني غير سمحوا لي على التشويش في الصوت. بداية أول موضوع اللي بغيت نناقشه معكم هو ملف انضمام المغرب إلى البريكس. البريكس بعد بالأساس خصنا نعرفوا شنو هو واحد التكتل اقتصادي بعد بالأساس، تكتل اقتصادي وزيد عليه تكتل سياسي. اقتصادي عارفينه، تكتل اللي كيخص دول صاعدة، ودول اللي عندها واحد النمو اقتصادي كبير بحال الهند، الصين، كذلك دول كبرى مثل روسيا، وحتى بعض الدول المارقة والفاشلة مثل جنوب افريقيا اللي راه في الطريق الى الفشل، يعني مازال ما ولاتش فاشلة ولكن في الطريق الى الفشل. المسألة ديال انضمام المغرب للبريكس أشارت إليها وزارة الخارجية الجنوب أفريقية. وخصكم دائما تعرفوا واحد المسألة الإخوان والأخوات، على أن بالنسبة لجنوب أفريقيا والجزائر هما واحد، يعني وجهة لعملة واحدة، وبالتالي أي أخبار متداولة من خلال هذين العنصرين أو هذين البلدين هي أخبار في الغالب تكون من أجل الضرب في الوحدة الترابية المغربية، ومن أجل ضرب المملكة المغربية. وعندما نتحدث على جنوب أفريقيا، فجنوب أفريقيا هي دائما تعادل الوحدة الترابية المغربية لعدة اعتبارات. أولها على أن جنوب أفريقيا لا تريد منافس لها في غرب أفريقيا، فالمغرب من موقع استراتيجي قريب من أوروبا، وأزيد عليه التغلغل السياسي والديني والاقتصادي في غرب أفريقيا، عفوا مش أوروبا، أفريقيا، سلة لسان. فالتغلغل المغربي في هذه المناطق كينزع مناطق النفوذ بالنسبة لجنوب أفريقيا، خاصة على أنها تريد أن تكون دولة مسيطرة في القارة الأفريقية، بينما الجزائر تريد أن تكون دولة مسيطرة بالنسبة لدول العالم الثالث. وبالتالي فهذه المسألة هذه كتطرح عدة إشكالات بالنسبة لهذه الدول. المسألة أثارتها وزارة الخارجية الجنوب أفريقية. وزارة الخارجية الجنوب أفريقية هي لا تنظر إلى المغرب كعدو بقدر ما تنظر إلى المغرب كمنافس، وبالتالي فهي تحاول ضرب المنافسة المغربية لها في القارة الأفريقية. من هذا المنطلق نجد على أن انضمام أو ما قالت وزارة الخارجية الجنوب أفريقيا على أن المغرب يحاول الانضمام إلى البريكس كانت فيه مجموعة من علامات الاستفهام، نظرا لكون على أن البريكس هو تكتل اقتصادي بعد بالأساس، وزيد عليه تكتل سياسي، والهدف من التكتل السياسي هو محاربة أو مناهضة الأحادية القطبية، لأن كما تعلمنا دائما على أن كل ما هو سياسي أو كل ما هو اقتصادي يتحكم فيما هو سياسي، وكل ما هو سياسي يؤثر فيما هو اقتصادي. وبالتالي فهذه العلاقة الجدلية المترابطة ما بين كل ما هو اقتصادي وما هو سياسي ينعكس كذلك على وزن الدول وعلى القواعد الجيوستراتيجية الكبرى في الخريطة السياسية. وبالتالي فهذا التكتل الاقتصادي يحاول خلق واحد ثنائية قطبية، أو ممكن نسميوها تعددية قطبية، لأن هناك روسيا وهناك الصين كذلك. عندما نتكلم على هذه الدول فهي دول تناهض الأحادية القطبية، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول تأسيس لقطبية أو لتعدد القطبية تشترك فيها كل من روسيا والصين باعتبارهما وارثا المعسكر الشرقي الشيوعي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر دولة في الغرب الليبرالي. وبالتالي هذا التكتل هذا هو عنده هدف سياسي بطبيعة الحال من خلال البوابة الاقتصادية، ولذلك قد نكون أمام تكتل عنده أهداف استراتيجية كبرى. هذا من ناحية انضمام المغرب لا يمكن أن يضحي أبدا
العلاقات الاستراتيجيه ديالو خاصه مع الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، والعلاقات الاستراتيجيه الكبرى خاصه فيما يتعلق بالوحده الترابيه من اجل الانضمام الى البريكس. فالمغرب له شراكات كبرى مع دول الغرب ودول الشمال خاصه، وهذه الدول عاده ما تتعامل بالاورو وبالدولار، وبالتالي فالمغرب لن يساهم ابدا في محاوله الاضرار باي من المصالح الحيويه، وخاصه فيما يتعلق بالوحده الترابيه وبعلاقته مع الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل والاتحاد الاوروبي. وبالتالي فالمغرب منذ الانقسام او الانشطار العالمي الكبير عقب الحرب العالميه الثانيه، فالمغرب قرر انه يكون دولة ليبرالية، وخاصة بشكل مقنع حينما سئل الحسن الثاني رحمه الله وقال بأنه المغرب يأخذ من الاشتراكية ما يتماشى ومبادئنا، ونأخذ من الرأسمالية ما يتماشى وطموحاتنا، وبالتالي فهو أخذ بعدم الانحياز. لكن ظاهريا، لكن في واقع الأمر المغرب حافظ على اتجاهه الرأسمالي واتجاهه الليبرالي الذي يشكل حجر أساس ولا بناء أساسية من أجل الخدمة ديال المصالح ديالو الجيوستراتيجية من خلال هذه المعطيات. وبالتالي أي انضمام إلى البريكس فهو قد يدمر هذه العلاقة الاستراتيجية ما بين المغرب والغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة على أنكم شفتوا الرئيس كدبون عندما كان في روسيا كان يتحدث على لابد من تعجيل انضمامنا إلى البريكس من أجل التخلي على الدولار والأورو، وهذه كلام فارغ صراحة. فواقع الأمر لحد الساعة الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمن وهي المسيطر، وهي إذا فرضت عقوبات ستفرضها على المنطق الدولي كامل، وبالتالي أي محاولة للإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة فهي ستكون بمثابة حبل مشنقة على العنق. وبالتالي المغرب لن يقوم بهذه الخطوة، والخطوة كانت عندها صراحة أنا كنت كنشوفها من جوج اتجاهات. الاتجاه الأول هو أنه دخول المغرب إلى بريكس سيكون بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيكون المغرب هو المحرك الرئيسي لقرارات استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية داخل التكتل نفسه، أو أن الخبر هو محاولة لضرب الاستقرار فيما يتعلق بالعلاقات الدولية المغربية أو للضغط على الجزائر. لكن يبدو على أن الخبر هو متعلق بالجزائر ومحاولة الضغط عليها من أجل الفوز ما أمكن بحليب هذه البقرة الحليب التي يشرب من حليبها الجميع إلا الجزائريين وبصبع مضبع راس مربع. وبالتالي فهذه المسألة هذه محسوم في أمرها، وقد خرج بيان لوزارة الخارجية الذي يوضح هذه المسائل هذه بشكل دقيق وبشكل أدق. وتحياتي لكم جميعا، وكنعتذر على التشويش في الصوت وعلى السرعة في التعبير نظرا لعدة اعتبارات. كنعتذر لكم والتمس المعذرة مجددا. تحياتي لكم جميعا، نشوفكم بخير ان شاء الله. في الاخير كنقول لكم دمتم عاشت الامه المغربيه العظيمه، عاش المغرب من طنجة الى القويره، عاش الملك. تحياتي لكم جميعا، نشوفكم بخير ان شاء الله. تحياتي للجميع والى اللقاء.